جديدة من برنامج تحدي المشاريع. أهلا وسهلا فيكم. مشروعنا لليوم هو الكتابة بالحرق على الخشب، مشروع جدا جميل. وراعي حلقتنا استوديو يا هلا للتصوير والدعاية والإعلان، بقدموا خدمات مختلفة العلاقة بتصوير المناسبات، جلسات التصوير، وموقعهم بالشيوخ بجانب سوبر ماركت أبناء عم. المتسابقين معي لليوم زينب بدوي ورائد عمر، والتحدي اللي أعطينا لهم بأنهم معهم 10 دقائق لينجز الشغل في حين بياخذ أكثر من نص ساعة. تحدي الوقت رح ينجح فيه المتسابقين ولا لا؟ يلا نشوف. أنا زينب عبد الرحمن بدوي من مدينة الخليل. مشروعي هو الكتابة على الخشب والزجاج. بكتب على ميداليات خشب، تعليقات خشب، أكواب زجاجية، دلات قهوة وفناجين. بتقدروا تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك أم مجاهد بدوي. هوايتي هي الكتابة بالخط العربي. جيت على التحدي هون عشان أفرجيكم خطي وأعرض لكم منتجاتي. أنا اسمي رائد عمر، عمري 32 سنة. فكرة مشروعي اللي بعنوان كلاسيك ريوز هي الحرق على الخشب، عمل ميداليات وسناسيل وتحف وهدايا. شاركنا بمشروع اليوم أو تحدي اليوم حتى نبرز شغلنا للإخوة المشاهدين. بما اني جديده بالمشروع، الكتابه بتاخذ وقت اكثر، بس ان شاء الله راح انتجها بالوقت المناسب، وان شاء الله شغلي يعجبكم. تحدي الوقت عمل لي شوية توتر. طبعا هل ممكن نخلص على الوقت ولا لا؟ خلينا نستنى مع بعض تنشوف في نهاية المطاف شو بده يصير. الكتابة بالحفر على الخشب بدها تركيز وهدوء واحترافية بالتخطيط والكتابة، وتحدي الوقت بيعمل شوية توتر. هل نجح المتسابقين بهذا التحدي ولا لا؟ إذا مشاهدينا، هيك كانت النتائج بمشروع الحفر والكتابة بالنار على الخشب. نتمنى التوفيق للمتسابقين معنا اليوم، لكن قوانين وقواعد التحدي بأنه واحد منهم فقط رح يكون الفائز معنا. اللي بتشوفوا شغله أجمل وأتقن اكتبوا اسمه بالتعليقات تحت هذا الفيديو، وبنشوفكم بحلقات وتحديات جديدة. إلى اللقاء.